كانت وسط البنات، طبعا كانت كاشفة ورفعت يدها من المنتصف نص القاعة هنا. طيب وانا اشير له اقول له بس شويه لما انزل لي عادتنا بسم الله الرحمن الرحيم ما خابرناش، خليني اخابر وبعدين لا ابو شيء تردي عليه، لا ما بلا ضروري لأننا قلنا الاخ طلع لها الميكروفون خلها تفتهم. تفضل. وانا كان موضوعي عن الحجاب يعني آدابه واحكامه وادلته، ما قد تكلمناش لا على آدابه ولا خابرنا الا وقد رفعت يدها قلنا تفضل يا تفضل. قالت بالنسبة لموضوع الخلاف لو سمحت، بالنسبة لموضوع الحجاب خاصة في مسألة الوجه والكفين، العلماء مختلفين، ركزوا معي، العلماء مختلفين في مسألة الوجه والكفين، هل هما فتنة أو غير فتنة. طبعا ما عاد تتحمل، رسلنا لها وحدها بولد قلنا خلاص اتحجبي لما يسدوا، ما بش فيها حاجة ما دام العلماء مختلفين. صح ولا لا؟ العلماء مختلفين ايش نعمل؟ العلماء مختلفين قلنا يا بنتي خلاص اتحجبي لما يسدوا وانا ادي لك النبي، ومتى ما صدينا انا ادي لك النبي. ان قالوا تتحجبي قالت انت محجبه، قالوا تكشفي والنسوان يكشفين قلنا يا بناتي وانت من جيزكن يلا كلين اكشفين. اليوم كملت المحاضره والاخت تعرضت كذا شويه ما عجبهاش الخبر، واحنا مكملين ونازلين عند الباب لحقت واحنا خارجين قالت اصلا شيخ انت ما فهمت فكرتي اصلا، يعني قلت يا بنتي دلا 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 دحين يا بنتي لو معانا قدر او لجن، تعرفي اللجن؟ الطس، تعرفي الطس؟ انا اشتي خذها شويه. قالت اكيد. قلنا لو كان معي بالدي، تعرفي البلدي؟ قالت قلنا ولا لجن وسطه ملان لحمه، مليان لحمه، والكلاب تجي تاكل علي اللحمه، اي احسن الضربنا والكلاب ولا غطي اللحمه؟ قالت لي اكيد يعني نغطي اللحمه. قلنا شكرا عفوا، قلنا الله يفتح لا عن سوق ما عاد لديناش لا سوقنا الدليل ولا عاد قلنا لها كلمه. فاحيانا تاتي لك احيانا اقول للاخوه والاحبه احيانا الساحه مفتوحه، الساحه مفتوحه والفضاء مفتوح، ما تتحكم بالناس، كل يدلي بدلوه بين الدلال، ذي بضاعة سيئة يصب ذي عنده وذي عنده حلا يدي الحلا، والناس كلهم أجناس وطبائع وأخلاق وأذواق، وكل واحد له خلقه وكل واحد له طبعه وكل واحد له ذوق، ما يمكن تتحكم في أخلاق الناس أبدا. لكن أحيانا كيف تستطيع أن تتعامل مع الملاقيف؟ إن شاء الله هذه نفردها لقاء خاص، كيف نتعامل مع الملاقيف. الملاقيف بالصلاة أحيانا أثناء الخطبة، أنت أحيانا تخطب يجي لك واحد أحيانا ما شاء الله عارف شعب، يدخل لك أحيانا يدخل لك واحد مجنون وأنت تخطب، دخل لي مجنون والله، ورفع الثوب ويصيح أنتم سرقوا وأنتم، الباب مزيد مغلق، فتح الباب ودخل بقوة. كيف تتعامل لك مع مجنون؟ فالناس أحيانا الناس أذواق، الناس فيما يحبوا ويعشقوه مذاهب، بس يحتاج الناس إلى اللين. مش معنى اللين أن الواحد يستكين أحيانا، لا بالعكس، أحيانا بعض الناس يحتاج إلى لين، بعضهم أحيانا يحتاج إلى كلمة زاجرة. والناس إذا تأدوا بآداب المساجد لاحظوا ما حد دخل في عمل أي واحد إلا في إحكام الشريعة وفي الإسلام، تجد حتى الفارغ التافه اللي ما يسوي شيء يشتيفتي يصدر لك فتوى من راسه هكذا هو جالس مسنن، إلا قد أدي لك فتوى لا له علم في الفتاوى ولا هذا يعني. حتى لما نذكر أحيانا مشهد أو قصص أحيانا ما أفتيش أنا لا أفتي في أي مسألة مسائل أيا كانت، ولو كنت حنداري ما أفتي، إذا عندي أحول على الشيخ محمد ولا أحول على الشيخ محمد الوقاشي وغيرهم اللي أصحاب الفتوى. أنا مهمتي إحنا لسنا علماء يا أخي، إحنا مساكين طلاب علم والله العلم، بس نحاول إيش نعمل؟ نشتي نحبب خلق الله إلى الله، بس هذا باقي معنا حاجة ثانية نشتي منهم مش حاجة شيء والله، بس نشتي نحبب خلق الله يدخلوا إلى بيوت الله، وبعدين من اهتدى فإنما يهدي المن لنفسه، والله انحرف هذا الروح لست عليهم بمسيطر. وبعدين تبدأ أنت مثلا وأنت بتتابع تفسر من راسك وتقول كلام من راسك، أنا لا يعنينا وخاصة الكذب الحين على العلماء والدعاء وكذا، وتبدأ